السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، ودوت الريكورد ال23 للعبة سبيشال كيس. الريكورد دوت مختلف عن اللي فات، لأن في الأول حاجة إن أنا في الريكورد دوت مشغل بيلد بقى، مش مشغل البروجكت على يونيتي. في البيلد دوت أنا كنت ضفت أخيرا الماب اللي أنا شغال عليها بقالي كذا شهر. الماب في الأول كذا حد كان قال لي اداني فيدباك إن الماب صغيرة جدا، فأنا حتى اشتغلت عليها وكبرتها شوية وبقت بدل جزيرة بقت جزيرة. ومع ذلك برضه لما خدت فيدباك اكتر، كذا حد كان بيقول لي برضه الجزيرتين صغيرين، بالذات مع السوبر باورز بتاعت البروتاجونست يعني. فالمهم انا كبرت الماب جدا جدا، لا بجد يعني الماب اتضاعفت مثلا على الاقل 4 مرات، وعملت لها مباني جديده. بس طبعا لو في حاجه خدتوا بالكم، لو قارنت بين الجرافيك دوت وجرافيك الريكورد اللي فات بالذات، هتلاقي جرافيك الريكورد اللي فات احسن. طب ليه جرافيك الريكورد اللي فات احسن؟ عشان هنا لما انا ضفت الماب الجديده كنت انا شغال برضو على optimized versions من المباني. فالمباني اللي هي الموجوده دلوقتي ديت اخف بكتير من المباني اللي كانت موجوده قبل كده، حتى لو هي نفس الشكل. انا ابتديت اشتغل ان انا اشيل الفيرتسيز اللي ملهاش لازمه، البوليجونز اللي تحس انها زياده على الفاضي وخلاص. لو الاستراكشر بتاع المبنى مش عباره عن مربع مثلا، وانا مقضي جوه المربع ده مربعات تانية مش باينه في الريندر، فكل الكلام ده ابتديت اصلحه بحيث ان انا اخفف من اللعبه اكتر ويبقى عندي وقت اريح شويه من الاوبتمايزيشن. فهتلاقي المباني الجديده كلها اللي اتضافت والمباني القديمه اللي اتعدلت كلها لسه بقى النورمالز بتاعتها والرفنس ما اتغيرش. بعد ما ضفت الماب الجديده، الماب ديت زي ما قلت هي على الاقل 4 مرات، اكتشفت ان التيرين القديم اللي انا كنت عامله برضو مش هينفع مع الماب ديت، لان هو كان تيرين صغير، اللي هي الزرع اللي حوالين الجزيره اللي حوالين الماب صغيره، كانت مثلا يا كيلو يا اما نص كيلو متر مربع. فالمهم حجمها يا اما اتضاعف مرتين يا اما 4 مرات، اللي هي الجديده اللي انا اشتغلت عليها دي. فالمهم ان انا ابتديت اعمل ايه، عملت التيرين الجديده وحطيتها حوالين الجزيره او يعني الجزر الجديده كلها، ابتديت تحتهم التيرين وابتديت اظبط فيها، وعملت اوبتمايزد جراس بحيث ان انا لو حطيت كميات كتيره ما ياثرش قوي على البرفورمانس. وابتديت احط بقى الشجر، لان في الريكوردز اللي فاتت كل اللي كان عندي كان نخل بس. فانا حاولت اعمل انواع مختلفه من الشجر، يعني الجزيره الاولانيه اللي هو كان فيها زي ما هي نخل، التانية ابتديت احط فيها الشجر اللي هو شبه بتاع الخريف اللي هو الورق بتاعه بني ده. وبعد كده في الجزيره دي ابتديت احط الشجر اللي هو الاخضر، بحيث كل جزيره تبقى شكلها مختلف، تبقى انت عارف انت في الجزيره انت في انهي جزيره ومكانك فين من الجزيرتين الباقيين. بعد كده ابتديت افرش بقى العواميد النور في حوالين الماب كلها، ورحت شايل في اسوار بتبقى على البحر اللي هي لونها اسود دي، كلها رحت شايلها وعاملها تاني كسبلاين. يعني في الاول كانت هي عباره عن مش واحد محطوط لكل الاسوار ديت، كانت واخده بوليجونز كتير جدا. فانا لا، رحت عامل سبلاين بيكرر سور واحد على مد البصر بتاعك. والسور دوت انا عامل له ال او ديز كتير، يعني لدرجه ان هو بيوصل ان هو يبقى كانه ورقه، لو انت بعيد هتشوفه كانه ورقه. فهم دول اللي انا عملتهم في الماب دي. الجرافيكس ممكن يكون شكله احسن شويه في حتت، بس لما تيجي تبص على المباني هتلاقي ان لا، هي من غير نورمالز او رفرز. والتيرين القديم اللي انا كنت حاطط فيه زرع وحاطط فيه شجر، كل دوت راح لما انا شلت التيرين وعملت واحد غيره. بس كل ده هحطه وهيبان في الريكوردز اللي جايه. وطبعا لما انا غيرت الاستراكشر بتاع الجزيرتين التانية وضفت التالتة، حاجات كتيرة بقى اتحركت من اماكنها. بقى مثلا في هيلث بوشنز في البحر، كنت حاطط مثلا شوية اسوار، الاسوار ديت بقت في الهواء. الديكالز اللي انا كنت حاططها على الارض بقت موجودة في حتة تانية، لان انا عشان ازود واكبر الماب حطيت وسعت او طولت الكوبري اللي الماب ديت كانت بتوصل له. حاجه كمان بقى الديستراكشن بتاع الاوبجكتس، في اوبجكتس كتير كانت لما بتتكسر خلاص بتتفك بس من بعضها، بتقع وخلاص.
دلوقتي لا، انا خليتها بتبقى destructible بجد، تتقسم ليه مثلثات ومربعات والايه والحاجات دي كأنها فعلا اتكسرت. والعربيات طبعا المسارات بتاعتها كلها اتغيرت، فانا بعمل لهم مسارات جديدة. هبقى اعمل لهم مسارات جديدة وهخلي العربيات بقى شغالة كفيزيكس، فيزيكس بيست. فبس هو ده اللي انا عملته، واشوفكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله. لو حد عنده اي فيدباك يا ريت يكتبه، يعني هيحسن من الديفلوبمنت بتاع اللعبة، هيخليها تطلع زي ما احنا عايزين. وبس، شكرا.